خويا اختي باغي تكون من الاوائل، باغي توصل للمدرسه عليا الطب الهندسه او لا اي حلم كبير. ايوا اسمعني مزيان، النجاح ماشي فيه الزهر، النجاح فيه الخدمه. ما يهمش النيفو تاعك حاليا، ولكن انا في هذا الفيديو غنمشي معك على اساس انه عندك نقص كبير في كاع المواد، يعني نسبه انك غتوصل للحلم تاعك هو 0.01%. يعني خاصك تكون مستعد تخدم اكثر من الناس كاملين، واخا تنعس غير 4 سوايع، واخا تقطع الويفي، واخا العالم كله يلعب وانت كتشد في الكتوبه، يعني راها مساله حياه او موت. خاصك تقدم تنازلات كبيره باش توصل اي هدف مهما كيبان لك صعيب حاليا، وخاصك تعرف راه كلنا ولاد 9 شهور. كنقولها لك بلا مجامله، ماشي كلشي بحالك، شي ناس دايرين مدارس خصوصيه، شي وحدين دايرين عندهم دعم فلوس، اساتذه خصوصيين، اي انهم موفرين لهم ظروف ملائمه باش يديروا شي نجاح في حياتهم، وانت بوحدك. اذا اش خاصك دير؟ ببساطه خاصك تخدم اكثر منهم، تقرا 10 سوايع، 15 ساعة، 20 ساعة، هادشي كيبقى عليك وعلى النيفو ديالك حاليا. كتعرف الإمام النووي؟ ماشي هذا كان كيقرا 12 ساعة في النهار، كان كينعس ساعتين فقط والباقي دراسة كتابة حفظ تأمل. الإمام الشافعي كان كيحفظ 50 حديث يوميا ويفسرها ويكتب. ابن الجوزي قال: ما ضيعت دقيقة من حياتي في لعب، حياتي كلها إما علم، إما قراءة، إما كتابة. واش كتصور شحال كانوا كيقراو؟ كانوا كيبداو قبل الفجر وينعسوا مع العشاء، وهذا الوقت كامل علم وفكر وإنتاج. كرسوا حياتهم كاملة باش يقراو. دابا كتقول لي اش ندير باش نقرا هاد المدة كاملة؟ راه ممكن، وها كيفاش. خطة ديال النهار كيفاش غتبدا: بعد ملاحظة الجدول حيدت منه دوك السوايع ديال المدرسة، وما تنساش راه قسم بحد ذاته وراه قرايه. يعني ما طيحش في ديك الغلط تاع تخليه حتى للدار وتعاود داكشي اللي درتو في القسم، حيت راه غير كتضيع الوقت، وداك الوقت راه زايد فيك ومحتاجو وراه مهم. اولا غنبداو مع داك 4:30، غتنوض الفجر زعما الصلاة، وغتسترجع ديك المعلومات اللي درتهم البارح اذا درتي شي حاجه بعد البارح. من 5:30 حتى 8 غدير اما الرياضيات او الفيزياء، ومن 8 حتى 8 ونص هذيك الساعه كتكون راحه، يمكن لك تمشي تشرب اتاي، دير دعاء ولا المهم ما تقربش للهاتف. من 8 ونص ل 12 ماده ثانيه، اس في تي، فلسفه، اي حاجه. هادشي كنهضر على الناس ديال الباك. من 12 حتى لجوج يمكن لك تخدم في هاد السوايع، تمارين، دير صالات. المهم من جوج حتى 6 هاد الساعه كتكون المرحله الثانيه، خاصك تعاود تخدم. اذا خدمتي مثلا في الصباح الرياضيات، في غتخدم الفيزياء والعكس صحيح. من 6 ل 7 هنايا عشاء، صلاة، تأمل. مهم كدير لك شي خاصة ديالك. من 7 حتى 10 هنا مراجعة نهائية، تكون حبيت إذا كان شي تمرين تطبيق لهادشي كامل، خلاصة فهمت. من 10 حتى 11 وأنا نفضل من 10 حتى 10 ونص، ماشي مهم هنايا كيكون تخطيط اليوم الغد، قراءة خفيفة. انت دابا قريتي قرابة 16 ل 17 ساعة يوميا ما حسيتيش بها، والباقي تأمل وراحة ذكية. وسمحوا لي نقول لكم واحد المصطلح: اذا تبعتي هذا البرنامج وقريتي هذه المده كامله بتركيز، راه واخا تكون مطنق، راه غادي تعتق راسك وغادي تولي من الاوائل، حيت راه قله لا كيديروا هذا المجهود كامل. كاينين اللي غيقولوا لي فين كاين الدين، واش هادشي غير الدنيا؟ لا، هاد الخدمه كلها عباده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. راه كل تمرين كتبذل فيه جهد، كل ورقه كتحلها بجد، كل ماده كتفهمها بنيه صافيه، راك غادي في طريق العبادة ماشي في طريق النجاح. إذا قل هاد الدعاء: اللهم اجعل علمي نورا ونجاحي في طاعتك وتفوقي لرضاك. كاينين جوج انواع ديال الناس في هاد اللحظة: اللي كيسحب النجاح رزق كينزل عليه بلا ما يتحرك، وواحد بحالك عارف ان النجاح فيه عرق، تعب، خدمه وبكى. اذا كنتي من النوع الثاني خاصك تعلق ضروري: انا غادي ندير الجهد ديالي حتى نوصل. وما تنساش تشارك هذا الفيديو مع شي صاحبك كيفيق 12 ديال النهار يقول علاش كنجيب هاد النقاط. راك ماشي بوحدك، عندك عقل، عندك نيه. اذا علاش ما تصنعش التاريخ ديالك واخا غير مره في حياتك؟